علاش تقلبي على راحة النفس ولا على راحة الجسد ولا راحة الذهن ولا على الراحة ديال القلب ديالك؟ دائما حنا ملي كنقولوا بغيت نرتاح ما كنعرفوش شنو كنقصدوا بها. كاين اللي كيبغي يقول لك انا بغيت نمشي للحمام، انا بغيت نمشي نسافر، انا بغيت ننعس، انا بغيت نبعد على داري، انا بغيت. الرغبات كتختلف من واحد لواحد ومن وحده وحده، لاننا حنا في الطبيعه ديالتنا مختلفين. عندنا بزاف ديال المكونات ديالنا، كل مكون كيحتاج لحاجه معينه، وهذا الشيء اللي اكتشفناه من خلال منهج الاستعداد. لا ثيرابي او لا الاسعاف النفسي بمنهج الاستعداد علمنا بزاف ديال الحوايج، ان المعاناه ما فيهاش واحد الجانب، فيها جوانب عديده جدا. لذلك احنا كنتريتيو وكنناولوا جميع الجوانب باسئله قليله وبتمارين بسيطه. مرحبا بكم في الاسعاف النفسي. فاتحه صبت مسعفه نفسيه من جامعه جون هوبكنز، وطورت منهج جديد ديال الاسعاف النفسي، الاسعاف النفسي بمنهج الاستعداد. الفت كتاب في الاستعداد، قوه الاستعداد، وايضا الفت كتاب في دليل الاسعاف النفسي بمنهج الاستعداد. وسعيدا نتشارك معكم الكتاب. الرابط ديال قوه الاستعداد هو غتلقاوه هنايا، يقدر يوصلك حتى للدار. والرابط ديال الاسعاف النفسي بمنهج الاستعداد للاسف الشديد ما كنبيعوش، كنعلمو في الاكاديميه ديال الاستعداد. وإلا عندك رغبه انك تنضم لاكاديميه الاستعداد، ايضا الرابط كاين مع هذا الفيديو. دخل معنا وتعلم منهج الاستعاف النفسي بمنهج الاستعداد، وتكون ايضا خريج ديال الاكاديميه وتعاون الناس معنا، تخدم معنا لما لا في الاسعاف النفسي. شكرا جزيلا.